صباح الفل. احلى حاجه بقى لما يكون عندك معرض اقامات وانت كده ايه محاط حواليك الاستفندي. الدنيا زي ما انتم شايفين كده ايه الاستفندي مغرق الدنيا. والنهارده يوم 25 يناير 2024. النهارده معانا الاستاذ عمر والاستاذ احمد. الاستاذ احمد من الاردن. انت زعلان ليه؟ طبعا احنا لسه ما عملناش الاقامه، في واحد تاني اسمه كريم جاي في الطريق. بس انت مالك خايف ليه؟ ايه شعورك دلوقتي؟ قول لي قبل ما تعمل الاقامه. قول لي. والله توتر يا استاذ حبيبي. توتر ليه؟ متوتر ليه يعني؟ يعني موضوع مهم. اكيد مهم يعني. طيب يعني انت حاسس ان انت متوتر بس مش خايف؟ ده متوكلين على الله ونعم بالله. مش متوكل على الله؟ انا بقول لك مجبوره ومربوحه باذن الله. وانت يا استاذ عمر؟ لا شعور جديد. شعور جديد. بس بص يا استاذ عمر بقى، بص شوف اللي في السما الحلوه. شوف بقى، بص الراجل ده كده متفائل. التفاؤل ده على فكره ليه عامل كبير قوي يعني. لا في كرم من عند ربنا وان شاء الله ربنا هيكرم يعني. بالظبط. وطالما انت متفائل وماشي بما يرضي الله ربنا بيسهلها. انا بس حبيت ايه نشوف شعور الناس ديت. في واحد تاني اسمه كريم. المفروض ان احنا كنا طلعنا من قدام الشركه الساعه 6 الصبح. الاستاذ راحت عليه نومه. يعني احنا معانا النهارده كريم وعمر والاستاذ احمد. عمر من مصر وكريم من مصر والاستاذ احمد من الاردن. وتحياتي للست الوالده اللي بتدعي لي، والده الاستاذ احمد. الله يعطيك العافيه ويديك الصحه ويبارك لنا فيكي وما يحرمناش من دعائك. استنونا بقى عشان نقول لكم على بقيه التفاصيل. الحمد لله احنا خلاص خلصنا ووصلنا. بس في حاجه مهمه يا جماعه انا عاوز اقولها لكم عشان الكل ينتبه والكل ياخد باله. اول حاجه، من اداره سيف لاداره سيف في شادو بورفاكور، من اداره سيف لاداره سيف في حاجات بتتغير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هنتكلم على الفيش والتشبيه. يعني هم الحمد لله الناس اللي معايا الحمد لله ربنا كرم وبصموا ومفيش اي مشاكل وتصوروا ومفيش مشكله وطلع لهم الورقه اللي بتثبت ان هم عملوا الاقامه. وقت الخير انا قبل كده قلت اي فيش وتشبيه، اي فيش وتشبيه اي حد بيطلعه قلت يكون مترجم ومصدق. طب يعني ايه مترجم ويعني ايه مصدق؟ مترجم من وزارة العدل، وطبعا قبل ما يكون مصدق من الخارجية لازم يكون مصدق من الداخلية. لأن في ناس بتروح تترجم في مكاتب مش معتمدة أو مكاتب معتمدة في مصر. طب أنا إزاي أتجنب المشكلة دي؟ إن أنا أصدق الفيش والتشبيه من مكان معتمد، يعني اترجمه في وزاره العدل مكان معتمد. دي معلومه لازم الناس كلها تعرفها. طب الحل الثاني ايه؟ الحل ان انتوا لازم يا اما بعد ما تعملوها في وزاره الخارجيه في بلدكم المفروض ان انتوا تروحوا سفاره البرتغال في بلدكم. ادي حل. الحل الثاني بتجيبوا مصدق من الخارجيه ومصدق من الداخليه، وبعد كده بتجيبوا على البرتغال وبتروح السفاره بتاعه بلدك بيترجم ويتصدق من سفاره بلدك. ده في حاله ان انت مش هتترجمه او يعني ما تروحش تترجم لي عند حد بره في مكتب. الترجمه دي بتكون معتمده في بلدك، انما لما حاجه هتترجمها يبقى ترجمها في وزاره العدل طالما بتستخدمها بره، زي ختم كده ايه وزاره الخارجيه. فالحل الثاني ان انت تيجي تترجمها وتصدق عليها في السفاره. يعني السفاره المصريه هتلاقي الفيش والتشبيه اللي هي يا جماعه بالمغربي او بالتونسي حاله السوابق، الحاله الجنائيه، يعني السوابق العدليه، كل بلد بتقولها باسم. تطلع مترجمه في بلدك خلاص مفيش مشكله. لكن انا حبيت انوه للناس اللي بتفكر تيجي البرتغال سواء بقى مصريين او غير مصريين يبقوا عارفين النقطه دي. في يعني مثلا اداره هجره تقول لك ايه خلاص طالما مترجم ومصدق من الخارجيه بتقبله. يعني مثلا اخواتنا اللي كانوا قبل كده في لشبونه في اداره السيف، مش احنا في مشوار بعيد جدا جدا جدا. احنا طالعين من الساعه 6 الصبح تمام. فبيختلف من اداره يقول لك لا احنا عندنا تعليمات ان لازم يكون الفيش والتشبيه يكون ايه؟ يكون مصدق عليه من السفاره بتاعه بلدك طالما انت مصدق عليه من الداخليه. ده كان تنويه. اتمنى ان تكون المعلومه وصلت، واي حد بيفكر يوثق ورقه في مصر او في غير مصر تكون مترجمه مش في مكتب يعني عادي او مكتب معتمد في بلدك، مترجمه من اداره حكوميه او من وزاره حكوميه في مصر عندنا، يا اما من العباسيه يا اما من وزاره العدل. اتمنى تكون المعلومه وصلت. او ان انت تيجي البرتغال والسفاره بالنسبه لسفاره مصر، معرفش بقيه السفارات ايه، لو هي باللغه العربيه سفاره مصر بتترجمها لك وبتختمها لك، بيكون ختم بيضاوي تقدر ان انت تاخدها وامورك طيبه وبتقدم الفيش والتشبيه. وبنبارك لاخواتنا على اقامتهم، استلموا اقامتهم بامر الله
ونشوفكم في حاجه جديده، وما تنسحرموناش من الدعاء. والسلام عليكم وعليكم السلام.